السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ واش راكم مبروكه؟ دخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي. كي دايرين؟ هانيين بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو الكراتان. صراحه هاد الكراتان البنات كيجي غزال وكيجي معلك وزوين زوين بزاف، وحتى المكونات ديالو كاينه في كل دار. صراحه ما غاديش تعانيو مع وليداتكم، غادي توجدوه بعينيكم مغمضين وما غتبقايش تفكري شنو غديري للغدا وشنو غديري للعشاء. هاد الكراطان سهل عليك المأموريه، غديريه دغيا غيوجد لك في رمشه عين، انا ما غيتعطاش لك بزاف. المهم 10 دقائق تكوني موجده غداك ولا عشاك. صراحه غزال البنات. المهم دابا ندوزو للمقادير ونشوفوا شنو كيفاش كيوجد. بسم الله على بركه الله. كنحتاج في هذا الكراطان هذا، كنحتاج هنايا بطاطا. خديت هذه البطاطا هذه الكبيره كما كتشوفوا، غسلتها مزيان صافي. هنايا غادي نديرها تسلق. كنحتاج باش نعطر هذه البطاطا هذه، ندير لها العطريه ديالها. كنحتاج شويه د الملحه وشويه د البزار، شويه د الكمون وشويه ديال التحميره، هما باش غادي نعطر هذه البطاطا، وشويه ديال الربيع وواحد الريز ديال الثومه، وغادي ندير معاها هكا شويه ديال الفرماج هذا ديال لي ساندويتش، غندير معاه هكا شويه ونخلي شويه باش ندير لاصوص بيشاميل. هنا كنحتاج الكفته معطره، خديتها من عند الكزار. كنحتاج هنايا الفرماج موتزاريلا صافي. هنا الحليب باش غادي ندير لاصوص بيشاميل. المهم غادي ندوزو باش نسلق هاد البطاطا هادي، نديرها تسلق وعاد نكمل داكشي اللي باقي عندي. غادي ناخذ الكفته حتى هي غادي نديرها في الفران، نديرها هكا كويرات ونديرها في المول وندخلها الفران بلا ما نقليها هكا في الزيت. اللهم ندخلها الفران احسن. راكم عارفين الزيت حنايا خصنا نقصوا منه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم انا غادي هاد الكراطان البنات كيجي رائع صراحه، كيجي فن وغزال، يعني كيجي حتى في المذاق وياكلوه الوليدات الصغار، يعني يعجبهم ياكلوه هكا صحي وزوين. المهم هنا غادي ندوز باش نسلق هاد البطاطا هادي وندوزو المراحل صافي. من بعد ما درت البطاطا تسلق، دزت هنايا خديت هاد المول هذا. المهم بامكانكم ديروا هكا مول هكا مربع ولا طويل اللي عندكم، اللي متوفر عندكم في البيت. انا عندي هذا، يعني انا غادي نشدو غادي ندهنو بشويه ديال الزيت باش غادي ندير فيه الكفته. المهم نتوما غتشوفوا معايا. صافي وغادي ندوز هكا نديرها كويرات. المهم لا بغيتو ديروا نتوما العطريه ديالكم، نتوما عندكم اختيار، ديروا هكا شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره وشويه ديال الثومه، المهم على حسب العطريه اللي عندكم. غادي نديرها هكا دويورات وغادي تكون هكا يعني شويه كبيره باش تكون صغيره. هاد الاكله هذه يعني تقدروا ديروها هكا في الغداء، تقدروا ديروها في العشاء، يعني تبقاي تفكري شنو غديري. اللهم بالاحسن ديري هذه زوينه وخفيفه. وتبارك الله دابا رمضان جاي، يعني كيبغي الشهيوات هكا حتى هي تحطيها هكا في الفطور، ما تبقايش تفكري بزاف. كتجي البنات زوينه وكتجي بنينه. اكثريه دابا مع دابا هكا غيدخل الربيع هكا والصيف تابعو، يعني كتبغي شي حاجه تكون خفيفه، ما تكونش هكا مرقه وشي حاجه، يعني هكا كتاخدي شي حاجه تكون خفيفه صافي. من بعد ما كملت هاد الكويرات هادي غندخلهم دابا الفران، يعني نشدوا راسهم. وعاد من بعد ما طيب البطاطا ديك الساعات غادي نعمروا البطاطا بالكفته. من بعد ما درت البطاطا تسلق وهذيك الكفته درتها في الفران، هنا كندوز باش نصايب البيشاميل. كنحتاج هنايا نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وغادي نضيف ليه شويه ديال هذه معلقه ديال الزبده. هنا غادي ناخذ شويه ديال البزار، يعني ما نكثروش بزاف باش ما يجيش حار.
انا في هذا البيشاميل كندير كلشي في دقه، يعني ما كنبقاش ندير كل حاجه بوحدها، كندير كلشي هكا في دقه. صافي انايا درت شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه هنا معلقه ديال الفورس، غندير هنايا شويه ديال الزبده، صافي وغادي نخلط كلشي وغنديرو فوق البوطه. المهم غادي نخلطو بحال هكا، عاد نديرو من فوق البوطه باش هذاك الفورس ما يتجمعش ليا. من بعد ما طاب البيشاميل كما كتشوفوا جا على هذا الشكل هذا، غادي نزيد عليه هكا الفرماج ديال هذا الساندويتش. هذا كيعطي المذاق زوين وكيجي هكا معلك. يمكن لكم ديروا اي فرماج عندكم تقدروا ديروه، المهم انا كيعجبني هذا زوين صراحه، كيجي المذاق ديالو زوين كيعطي واحد التعليكه زوينه للبيشاميل. غنحركو هكا باش يذوب هذاك الفرماج، يذوب صافي. وغنخلي هاد لاصوص بيشاميل نخليها على جنب صافي تيوجدوا ليا هذاك الشيء الاخر، يوجد الكفته والبطاطا. كما كتشوفوا انا البنات من بعد ما طابوا هاد المكونات هادو، يعني كما كتشوفوا البطاطا تسلقتها مزيان طابت، الكفته ملي دخلتها الفران حتى هي طابت، يعني ماشي طابت يعني غير نص طيبه، راه باقا طريه باش عاد طيب من بعد ملي نغلفها هكا بالبطاطا. هنا كناخذ الربيع قزبر ومعدنوس جبدته من الكونجيلاتور، غندير هنايا التحميره والكمون وشويه ديال البزار وشويه الملحه. صافي وغادي نمعسها هكا مزيان باش تولي بحال هكا بحال البوري. تقدروا نتوما ديروها من غير هكا مسلوقه، ديروها هكا دويورات هكا، ديروا من التحت وديروا الكفته من الفوق وديروا عاوتاني الطبقه ديال البطاطا هكا من الفوق، وانتم غاديين يعني كديروا طبقات حتى هو كيجي زوين. هذاك الكراطه حتى هو كيجي زوين، يعني بلا ما ديروا البطاطا تقليوها، من الاحسن دخلوها للفران، ديروها هكا دويورات وديروها هكا في شي لاطه ودخلوها للفران، ديروا لها غير شويه ديال الزيت ودخلوها للفران حتى يعني تبان لكم هكا تكرملات، وخرجوها وصافي. والكفته حتى هي تكون هكا مشحره في مقيله صافي، وديروا هكا طبقه ديال البطاطا وطبقه ديال الكفته حتى هي كتجي زوينه. واليوم غنديروا حنا كويورات غنديروها هكا كويورات كتجي حتى هي زوينه. صافي من بعد دابا ما معستها بحال هكا كما كتشوفوا، غناخذ دابا هاد الفرماج هذا غادي نقطعو هكا، يعني نقطعو هكا على النص باش نعمر بهم. صافي هنا غادي ناخذ الفرماج غنحطو هكا، غناخذ البطاطا وغناخذ هاد الكره هادي شو كيفاش، وغادي نزيد عليها هكا البطاطا من الفوق باش تجي نديرها، ونحاول نكورها هكايا، نغطيها هكا بالبطاطا باش تجي هكا كره. صافي هي هذه الكره كتجي هكا الشكل ديالها زوين. صافي ونحطوهم هكايا وغادي نعاودوا واحده اخرى، نعاودوا واحده اخرى. طريقه راه ساهله البنات، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني ساهله. هكا ناخذ البطاطا
ونديرها هكا من الفوق. نحاولوا هاد البطاطا اللي درنا من الفوق ومن التحت يعني هي اللي نغطيو بها باش ما تجيناش يعني فيها بطاطا كثيره هكا وصافي. المهم دابا غادي نكمل هاد الشيء اللي باقي عندي نكملو ونتلاقاو من بعد. من بعد ما ساليتهم كاملين كما كتشوفوا كيجيو هكا صافي. غادي ندوز غادي ندير عليهم لاصوص بيشاميل وغادي ندير عليهم الفرماج. المهم هاد لاصوص بيشاميل كيجي زوين وكيجي هكا يعني عاطيها المذاق زوين هاد الكويرات. تقدروا ديروا لاصوص ديال مطيشه حتى هي كتجي زوينه. المهم الكراتان كيدار باي طريقه يعني اي حاجه متوفره عندكم تقدروا ديروا بها الكراتان. شو كما هاد الفرماج ما دابش ليا في لاصوص بيشاميل بقى بحال هكا. المهم انا غادي ندير هاد الفرماج ديال موتزاريلا واخا ما صراحه ما خديتش فرماج يعني مزيان، عطاني فرماج خايب صراحه ما عجبنيش. المهم نديبانيو به هذا ما كان. يعني هاد الفرماج هذا ما زوينش كيتعجن البنات. درتو في الهاشوار زعما باش هكا يتطحن ويجي زوين ساعه ما خايب. المهم نقداو به دابا هاد النهار عندنا ما نديرو نقداو به مره اخرى. قولوا لي في الكومونتيرات لا باليكم شي فرماج زوين كتبوا لي في الكومونتيرات لتحت ديال الفرماج ديال الموتزاريلا ناخذ شي فرماج هكا يكون زوين حيت هذا ما عجبني. شوفوا البنات كيتعجن. صافي ودابا غادي ندخلها للفران يعني يذوب هذاك الفرماج ودير البطاطا شويه وتا الكفته حتى هي يعني ندمجوا مع بعضياتهم صافي ونخرجها لكم وتشوفوا كيفاش جات. كما كتشوفوا ها هو الكراتان ديالي وجد. غنديروا عليه واحد شويه ديال المعدنوس حتى هكا. شوفوا الكفته جات لداخل الفرماج البطاطا جا الفرماج من الفوق جا هادشي رائع صراحه. نتمنى انكم تجربوه البنات يعني ما غاديش يحشمكم صراحه كيجي زوين. المهم هنايا وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده وتهلاو في راسكم وعواشركم مبروكه. نتلاقاو هكا فيديو جديد ان شاء الله يا ربي.